بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا وسيدتنا السيدة أم البنين سلام الله عليها. 10 مرات كانت كافية بأن السيدة أم البنين عليها السلام تستجيب لقضاء حاجة هذا الرجل. السيد محمد حسين جعفر زادة، وهو رجل مؤمن يعيش في مدينة كارج من ضواحي مدينة طهران العاصمة. أرسل رسالة إلى مكتب الإمام الحسين عليه السلام، وذكر فيها كرامة للسيدة أم البنين عليها السلام، فقال: قضيت من عمري 30 سنة في خدمة الإسلام والمسلمين، وعندما كبرت في السن قدمت لي دعوة بأني ماذا أعمل في إحدى المراكز الناشطة في مدينة كارج، لأقوم بتدريس فن قراءة المراثي وإقامة العزاء، ما يسمى عند الناس اليوم بالرادود. فقبلت الدعوة وشرعت بالتدريس على بركة الله، ولحد الآن كتبت 4 كتب في هذا الفن وقدمتها لخدام المنبر الحسيني. يقول: ذات يوم، وكان اليوم جمعة، كنت مشغولا بالتدريس وقت العصر، إذ دخل أحد التلاميذ مذهولا فاستأذن وقال: إن أبي الآن يعالج الموت، وقد تركته في سكراته محتضرا، ووجهته إلى القبلة، وجئت لأعتذر إليك يا أستاذ عن التأخير، وسأعود إليك. فقلت له: اسمع مني، سأروي لك حديثا عن سيدتي فاطمة الزهراء عليها السلام، فإنها قالت: سألت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله أي ساعة أفضل لاستجابة الدعاء، فقال صلى الله عليه وآله: عند الغروب يوم الجمعة، فنحن سندعو لك، ولكن الأفضل أن تنذر أنت أيضا نذرا لأحد أئمة أهل البيت عليهم السلام أو السيدات. فقال التلميذ: إني الآن في حالة من الاضطراب وتشتت البال، بحيث لا أدري ماذا أفعل وماذا أنذر، أرجو أن تنصحني وتعلمني وترشدني إلى ما أفعل. فقلت له: انذر الآن أن تقرأ زيارة عاشوراء 10 مرات، وتهديها لأم البنين عليها السلام، بقصد شفاء والدك، بقصد قضاء حاجتك، وهذا مجرب جدا. فقال: أفعل. ورجع إلى البيت مسرعا، فلما دخل البيت بلغ به العجب غايته، إذ رأى أباه واقفا في ساحة الدار مشتغلا بالوضوء والاستعداد لصلاة المغرب، فسئل عن ذلك وسأل عن ذلك، فأخبروه أنه منذ نصف ساعة تقريبا انقطعت عنه الحمى فجأة، وأخذ يتماثل إلى الشفاء، وبدأت أعراض المرض تزول منه حتى قام قائما على قدميه. يقول هذا التلميذ: تعجبت لأني قبل نصف ساعة نذرت هذا النذر بأني أقرأ زيارة عاشوراء 10 مرات للسيدة أم البنين عليها السلام. هنا علمت قيمة زيارة عاشوراء وأهمية ومنزلة زيارة عاشوراء في قلب أم البنين عليها السلام، واستمريت على ذلك طوال حياتي. كلما لدي حاجة في مختلف مجالات الحياة كنت أنذر هذا النذر، وقبل أن أبدأ به بزيارة عاشوراء أرى أن السيدة عليها السلام، السيدة أم البنين عليها السلام، تقضي لي الحوائج.